في مدينة فاس اللي معروفة بتاريخها العريق وأسرارها الكثيرة، كاين واحد القبر اللي خلق واحد الجدل وسط الناس، خلى الناس حايرة وكتسائل مع راسها. قبر محاط بالحكايات وبالإشاعات والتأويلات، واللي كيتعرف باسم سيدي المخفي. هذا القبر هذا ماشي بحال القبور الاخرين. تخيلوا معايا المقبره كامله حيدوها وداروا في بلاصتها باركينغ، وهذا القبر هذا بقى في بلاصتو ما تحيدش. هذا الشيء بالضبط هو اللي خلى الناس تحير وتساءل مع راسها كيفاش هذا القبر هذا، واش كاينه شي حاجه اللي حنا ما عارفينهاش؟ يعني اشنو السر مورا هذا القبر هذا؟ الطريق باش كتري بس جميع المقابر هنايا ملي كتوصل هنا لهذا القبور هذا كتوقف الطريق. هذا المقابر هذا في الليل كيبقاو يشوفوا اشياء ويسمعوا غوات. هذا القبر هذا كاين في واحد البلاصه قريب لباب بوجلود، يعني واحد من اشهر الابواب في مدينه فاس. المعلومه الوحيده اللي كاينه على هذا سيدي المخفي هو انه والي صالح. منين جابوا هذه الهضره لقاوها مكتوبه على القبر ديالو، شي حاجه اخرى ما معروفاش عليه. وهذا الشيء صراحه اللي برزت انا في دماغي، كيفاش واحد السيد اللي والي صالح حتى واحد ما كيعرفو. ملي كنت وجبت نسولك دابا عليه ما غاديش تعرفو شكون هو سيدي المخفي. واش انت ما عرفتش؟ بطبيعه الحال فسولوا الناس اللي عايشين في هذيك المنطقه خرجت بزاف ديال الهضره. من بين هاد الهضره اللي خرجت اولا الروايات اللي خرجوا، قال لك سيدي بان الطراكسات كانت كتكون خدامه عادي، يعني الطراكس خدامه عادي. ملي كتقرب لهذا القبر كتخسر وكتسكت، يعني بحال كاين شي جن تماك ولا كاين شي قوه اللي كتخلي اي واحد يقرب لهذاك القبر يوقع عليه مشكل. انا بغيت نعرف غير حاجه وحده، مني هذا الشيء فعلا كاين، علاش مني مثلا فاش تبغي هذيك الطراكس تحفرو او شي واحد يبي يقرب ليه، علاش ما يديروش واحد التسجيل علاش ما يديروش واحد الفيديو وغيبقى التسجيل اللي يوريوه للناس وكل شيء غادي يعرف الحقيقه؟ يعني بسيطه العمليه، ولكن لحد الساعه ما كاين حتى شي دليل ولا شي تسجيل اللي كيبين ان هذا الشيء فري. هادشي فقط اقوال ديال الناس. وكاينه واحد الروايه اخرى اللي تقالت حتى هي صراحه غريبه بزاف. تخيلوا معايا، قال لك هذاك القبر فعلا قدروا يحيدوه، سيدي مشاو لعند القبر وحيدوه من بلاصتو، ولكن كدوز تقريبا واحد 3 ايام 4 ايام سيمانه كاع كيعاود تاني يرجع القبر كيف ما كان، يعني بحال كينبت تاني من جديد. تخيل معايا. كاينه واحد الروايه اخرى اللي كتقول باللي هذا القبر هذا كتشعل فيه العافيه في الليل، ولكن ملي قلبوا في الامر لقاو بان غير شي عيالات اللي الايمان تاعهم ضعيف مشاو كيتبركوا بهذا القبر هذا، خصوصا مني يسمعوا عليه هاد الروايات هادو كاملين كيشعلوا الشميعات وكيقعدوا تما كيبداو يطلبوا البركه والدعاء وتيسير الامور. بهذاك الشموع اللي كيبقاو شاعلين تماك، ناس اخرين كيشوفوهم شاعلين كيصحابهم واش عافيه شاعله في وسط داك القبر. وهذا الشيء اللي خلى هذا القبر تزاد هذيك الشعبيه ديالو وتزاد هذيك الخوف والرعب اللي دايرين به. كاينه روايه اخرى كتقول بان اي واحد كيقرب لهذاك القبر كيوقع عليه مشكل في الصحه ديالو او لا في عائلته ولا في ولادو، المهم ضروري ما كيتاذى. روايه اخرى كتقول بانه هذاك القبر كاين مخبي تحته شي كنز، وهذاك الكنز حارسو شي جن من الملوك ديال الجن. هادشي اللي كيفسر علاش اي واحد كيقرب داك القبر كيطرى ليه مشكل. وروايه اخرى كتقول بان هادشي كامل وما منوش، فقط العائله ديال هذاك السيد اللي مدفون تماك رفضات ان هذاك القبر يتحيد من بلاصتو، لحقاش وحده من العائلات ديال هذاك السيد الميت تماك هذيك الارض فين كاين القبر تابعه ليها، يعني الارض ديالها هي، فهي سمحت لهم يحيدوا المقبره كامله ولكن يخليوا هذاك القبر بوحده. عاد كاينه ثاني روايه اخرى، يعني ملي تنشر هاد الاخبار هادو كاملين بقات هذاك الشيء كيوصل، شي كيقولها لشي، شي كيقولها لشي، حتى وصل ديك الساعه في عهد الملك الحسن الثاني الراحل الله يرحمه ولا يواليه برحمه الله. المهم وصلت لعنده وهو اللي تدخل شخصيا، قال لهم باش يبقى هذاك القبر في بلاصتو ما يتحيدش. طبيعه الحال هذا الهضره ماشي ديالي، تاع الناس اللي ساكنين تماك. والغريب في الامر هو انه ملي سولوا العساس ديال هذيك الروضه قال لهم بانه ما كيشوف والو، ما كيسمع والو، ما فراسو والو. يعني هادشي هو اللي خلى واحد الغموض وواحد التناقض يتخلق ثاني من جديد. يعني ما فهمتش دابا واش قبر فيه مشكل او لا ما فيهش مشكل. هادشي اللي بغينا نعرفو حنايا.